السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الفيديو. سوف نكشف لكم عن مسلسل الغضب أو لقمة الحلال. تشاهدون في رمضان مسلسل لقمة حلال، المسلسل البديل لمسلسل خارج التغطية وتكتيك. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى لايك واشتراك في قناة إدريس البريهي وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يعود المخرج اليمني محمد فاروق الغصيني بعمل جديد ومختلف، ومن المتوقع أن يلاقي المسلسل صدى كبير لدى الجمهور اليمني، لأنه يحمل فكرة جديدة ومختلفة عن الدراما اليمنية حسب التسريبات التي وصلتنا إلى الآن. والمسلسل كان يحمل اسم الغضب، ولكن تم تغيير اسمه إلى لقمة حلال، وهو من تأليف وأخراج محمد فاروق الغصيني. سوف يعرض على قناة السعيدة قصة المسلسل تحكي عن اجتماع أسر من كل المحافظات اليمنية. وهذا المسلسل من بطولة توفيق الماخذي وعبد الله يحيى إبراهيم ويحيى إبراهيم وعصام القديمي وأصيل حزام ورغد المالكي وكثير من نجوم الشاشة اليمني. المسلسل من أخراج المخرج محمد فاروق الغصيني. المسلسل سوف يعرض على قناة السعيدة قصة المسلسل تحكي عن اجتماع أسر من كل المحافظات اليمنية. رمضان سكون واطمئنان، رمضان